واحد كده كل ما يقبض له قريشات بقول خلاص يا زول انا داير اروق، بعد مشي يجيب له عشاء بمزاج بيفطر في البرندة فوق. مرته جابت له الفطور في البرندة فوق، الفطور طلع ناقص ملح، قال لها لو سمحت ممكن تجيب الملح، والملح في المطبخ تحت والمسافة بعيدة وما رابت. قاعد تفطر معه وقاعد يحمر لها شميها لك شم، شوية جاتها رسالة واتساب وتلفونها في المطبخ تحت، قامت جارية جري. فتحت التلفون، فتحت الرسالة لقيتها تسجيل صوت من راجلها، قام فتحت تسجيل الصوت قال لها يا اخي عليك الله جيب الملح وما تعملي لي بطاعة ركوب راسه بتاع لو انت المكتب انا اللي دايره هنا. آدم جوا. واحد فات لعمه قال لعمه ايه والله بعد ما بتتجازف السنه دي الا انا عارف انت تخطب لي. عمه قال له خلاص كويس ما في مشكله. فات مع عمه بيت البيت الدارين يخطبوها ديل، سلموا خش جوا ابو البيت رحب بهم، قعد البيت جات منغبه خدت لهم مويه وفاتها. الولد استغرب قام فوق كده عاين لعمه عاين لابو البيت، قال لابو البيت انا ما جيت اشوف النظره الشرعيه زي ما قال الكتاب والسنه. ابو البيت قال له واي يا اخ معقوله يا عمك انا بنتك دي انا جاي اشوف النظره الشرعيه وهي جايه منغبه مع ضيفتنا عاينت لك كده ومشات ما قعدت لها 5 دقائق. ليش نفهم شنو يعني؟ ابو البيت قال له يا ابني انت قايل النظره الشرعيه دي ليك انت بس ولا شنو؟